بعدها حصلت البطولة القارية تاني في 2021، وكمان رجع في 2023 لما صنع الهدف الأغلى على راس عبد المنعم قدام الوداد، وكرر الإنجاز ده في 2024 قصاد الترجي عشان يكون في جيبه 4 بطولات في دوري أبطال أفريقيا في تاريخه مع الأهلي. وفي الدوري بقى كسبه 6 مرات، وكان من أهم عناصر موسم دوري لا هزيمة في 2016 2017. ومع حسم الأهلي للقب السنة دي يكون وصل ل7 دوريات محلية في تاريخ القلعة الحمراء. وعلى ذكر المحليات، فعلي معلول في كاس مصر كان السبب الرئيسي في ريمونتادا الاهلي قصاد المصري، لما صنع جون قاتل لعمرو جمال عشان يحقق وقتها الاهلي البطوله الغايبه عنه. وفي 2020 قصاد طلائع الجيش احرز اول ضربه جزاء عشان يساهم في تحقيق البطوله وقتها. اما بقى في 2022 فهو انقذ كوره على خط المرمى كانقاذ تاريخي، واللقطه دي كانت سبب في الدخول للوقت الاضافي عشان نحسم لقب كاس مصر قصاد بيراميدز. اما بقى في 2023 فهو كان متواجد قصاد الزمالك وساهم في تحقيق لقب كاس مصر قصاد الغريم التقليدي الزمالك. ولما نقول الزمالك فنفتكر مساهمات علي معلول قصاد الزمالك في الديربي. علي سجل 4 تجوان وصنع 5 في شباك الزمالك عشان حبه يزيد في قلوب الاهلاويه. اما بقى عن الماتشات الكبيره والمواعيد الكبرى فما اعتقدش ان في اكبر من انه يسجل قصاد ريال مدريد في كاس العالم للانديه، وكمان سجل في ماتش البرونزيه قصاد اوراوا الياباني جونين، ويكون من هدافين البطوله وقتها.